في شهر مارس 2018 مريت بظروف صعبة جدا، لدرجة إن كان عندي أرق، مش عارف أنام، ماليش نفس لأي حاجة. خسيت في الوقت ده حوالي 12 كيلو، حتى الراجل اللي بيصورني ده يشهد على كلامي. بدأ الموضوع يظهر على ملامحي لحد ما قابلت واحد صاحبي لاحظ. قال لي: مالك يا محمد؟ بقالك فترة مش مظبوط. قلت له: ادعيلي، لأني بمر بظروف صعبة لدرجة إني بنام بالعافية. رد وقال لي: اتكلم مع ربنا لحد ما عينيك تروح في النوم. في الوقت ده أخدت كلامه كنوع من أنواع جبر الخواطر، لكن لما روحت وقعدت على السرير لقيت كلامه بيرن في وداني: كلم ربنا لحد ما عينيك تروح في النوم. وفعلا قعدت أكلم ربنا لحد ما نمت، لكن المرة دي كنت مطمن وحاسس إني مرتاح. لقيت نفسي مش بكلم ربنا في وقت الصلاة بس، ده أنا بكلمه في سري، وأنا ماشي، وأنا قاعد لوحدي، وأنا مسافر، بستخيره وبحكيله عن اللي جوايا وعن اللي واجعني، بقوله عن الضغوط اللي بمر بيها، بستغفره عن أي تصرف اتصرفته غلط، بدعيله بتفاصيل صغيرة لو حد سمعها هيستغرب. ومع الوقت لقيت نفكر الآية اللي بتقول: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. إلى اللقاء.